السلام عليكم الأصدقاء، أينما كنتم تحية طيبة أزفها إليكم من صحراء الجنوب الشرقي، أقصى الشرق، أقصى جنوب شرق ليبيا، قرب من الحدود الصحراوية المصرية والسودانية، من منطقة جبال أركنو الشرقية. في أركنو الغربية وأركنو الشرقية، احنا في أركنو الشرقية. المنطقة هذه غير مستكشفة نهائيا، ما هيش خط سير، قليل من الناس اللي يزوروا فيها. منطقة بصراحة يعني بسم الله ما شاء الله، منطقة رائعة جدا. أتمنى من الجميع إن شاء الله أن يحالف الحظ ويزورها. زي ما تشوفوا طبيعة ساحرة خلابة، كتبان رملية، جبال، يعني حاجة ما شاء الله بصراحة. هذا الشباب معنا. فهذا طبعا اليوم 13/10/2024، في اليوم الخامس من رحلتنا إلى منطقة الجنوب الشرقي. طبعا بديناها زي ما قلت لكم في صحراء مرادة، وبعد ما تجولنا في صحراء مرادة طلعنا لصحراء تسربو اللي هي من ضمنها كانت بحيرة بزيمة، وحاليا في صحراء الكفرة. هذه المنطقة اللي هي يعني زي ما تشوفوا منطقة جميلة جدا جدا. جبال أركنو المعروفة وجبال التماثيل، مازال جبال عبد المالك، جبال البابور، يعني ما شاء الله بصراحة، يعني منطقة تستحق الزيارة. أنا سعيد جدا أن نجي للمنطقة هذه. طبعا هذه أول مرة نجي للمنطقة الشرقية من جبال التماثيل وأركنو، لأن المرة الأولى جينا مشينا الجهة الغربية، فتو احنا موجودين في المنطقة الشرقية. مسافة شاسعة جدا جدا كبيرة بينهم، لأن احنا تو قراب من الحدود المصرية. وخلوكم معنا في هالجولة زي ما تشوفوا. طبعا منطقة مليئة بالطيور الجارحة، في أعشاش للطيور هذه. بس الميزة أنهم تحت المراقبة من قبل منظمة وادي الغزال للاستكشاف والرحلات الصحراوية، ومحافظين عليها الأعشاش هدية بالبيض متاعها، ويديروا عليها في طلة مرة إن شاء الله. نحاول نوريكم، نقرب لكم عش من الأعشاش يعني، لكن مش حيكون واضح بالتأكيد 100. زي ما تشوفوا هذه الجبال. طبعا احنا خشينا لمنطقة مقفلة، يعني منطقة مسكرة هذه إن شاء الله. هذا لما تلاحظوا هنا هي هذه بقايا طبعا فضلات الطيور، ولكن هذا واحد من الأعشاش يعني في الجبل. هذا واحد من الأعشاش بتاعهم، وهي كثيرة طبعا الأعشاش. أول ما خشينا طبعا كان في مجموعة من الطيور اللي هي تراقب فينا من بعيد حاليا يعني. وهي تو الشباب بيستنوا فينا إن شاء الله. بننتقلوا لمرحلة ثانية، وبارك الله فيكم. هذا حاج سالم الليل، بارك الله فيه، قائد الرحلة في منطقة الجنوب الشرقي.